النهارده قريت تقرير على موقع الفجر، بعتولي الزميل علي خلاف، وده بيتكلم عن من سيعوض أشرف بن شرقي في الزمالك. ده عنوان التقرير. يعني صفقة وصفت بالسرية ان هي اتعملت في اليوم الأخير قبل غلق باب الانتقالات أو باب القيد للاعب اسمه يوسف طارق ماضي، مواليد 2003، عنده 18 سنة، انضم للزمالك، جاي من الكويت، هو مصري، وانه انضم بيلعب في نفس مركز اشرف بن شرقي في مركز الجناح الايسر، وان الزمالك مستني بس ان القيد ازمته تتحل فيأيد اللاعب وانه سيكون مفاجأة. فحاولنا نعرف ايه معلومات بعد ما قرينا التقرير ده على موقع الفجر، فتواصلنا مع والد اللاعب يوسف طارق ماضي وهو الاستاذ طارق. استاذ طارق، اهلا بيك، منورنا. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. بداية ببارك لك انضمام يوسف الى نادي الزمالك، وعايز اعرف تفاصيل انضم امتى وازاي. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. يوسف من بعد اختياره لمنتخب مصر السنه اللي فاتت، يعني حصل نوع من التواصل بيننا وبين الكابتن عصام مرعي، وتم الاتفاق ان يحضر يوسف، لان يوسف طبعا في نادي الشباب الكويتي من مواليد الكويت وعايش في الكويت يعني. وتم الاتفاق ان يوسف ينزل على شهر واحد على يلتحق بالجامعه بتاعته. وبدأ التواصل مع الكابتن عصام، وحضر يوسف للقاهرة وقابل مع الكابتن عصام، وتمت يعني انتقال لنادي الشباب. التعاقد تم بالفعل. تم نعم. تم بالفعل في آخر يوم تقريبا يوم 31. تمام. هو بيتمرن أو يوم 30 يعني. 30. يوسف نعم اتمرن مع نادي الزمالك مع الكابتن محمد صبري. ولما حصلت أزمة القيد استأذن يوسف على أساس إنه يحضر عنده بعض الأوراق الخاصة به يخلصها بالكويت، وإن شاء الله يرجع ثاني القاهرة بعد انتهاء أزمة القيد إن شاء الله. هيرجع إمتى للزمالك؟ وهل قصة القيد بما إنها لسه ما اتحلتش بشكل رسمي عاملة أي أزمة في إتمام التعاقد؟ نعم صحيح. وقصة القيد هو المشكلة كلها في القيد. يعني يوسف ليس له مشكله مع نادي الزمالك، والامور معاه طيبه جدا وملتزم بالتمرين وسعيد هو بوجوده في نادي الزمالك. نادي الزمالك نادي كبير، ويعني نتمنى ان شاء الله ان هو يكون على قد المسؤوليه ويقدر يعوض يعني الغيابات اللي حصلت او يكون له بصمه في اداء نادي الزمالك ان شاء الله، سواء الفرق تحت السن او الفريق الاول إذا تم اختياره للعب. عنوان إنه يعوض أشرف بن شرقي ده عنوان كبير قوي، فكوالده وكمتابع لكرة يوسف، هل ترى إنه ربما يعوض ما فقده الزمالك برحيل أشرف بن شرقي إذا شارك؟ أنا مدرب كرة قدم من آخر الثمانينات تقريبا، ومرنت في الدوري المصري فترة طويلة، وبعدين انتقلت تدريب من الكويت. يوسف راجل له صاحب مهارة كبيرة جدا، وراجل ما شاء الله سرعته يعني سريع، مهاريا كويس، مراوغ جيد، له شخصية في الملعب جدا، على اساس انه هو راجل بيستلم كويس وبيمر وبيروح وبيكورت، هو هداف يعني، راجل واخد على الكوره، وان شاء الله يكون عنده حسن ظن يعني جمهور الزمالك بالكامل، ويقدر يخدم منتخب